اول شغلانه فريلانس اعملها في حياتي عملتها ب 300 جنيه. ازيكم يا جدعان، انا باسل وده برنامج باسل على الطريق. يلا بينا. احنا خلاص دلوقتي بدأنا رمضان، فانا هحاول اقلل الكلام على قد ما اقدر عشان ما اعطش، خصوصا كمان ان النهارده الجو حر. النهارده بقى هنتكلم على موضوع مهم قوي، وهو هل اشتغل فول تايم ولا فريلانسر. اول حاجه لازم تكونوا عارفينها ان انا اشتغلت الاثنين. انا اشتغلت فول تايم في شركات كتير، واشتغلت فريلانس لمده سنين كتير. يعني انا عندي الاكسبيرينس بتاع دي والاكسبيرينس بتاع دي، فعارف ايه الحلو من ده وايه الحلو من ده وايه الوحش من ده وايه الوحش من ده. نبدا بالفول تايم. الفول تايم الحلو اللي فيه ان انت بتشتغل شغلانه ثابته، فده معناه ان انت كل شهر بيجي لك مرتب ثابت. يعني انت خلاص عارف ان كل اخر الشهر او اي كان مثلا في يوم معين في الشهر، اليوم ده انت عارف انت فيه فلوس معينه هتخش لك، خلاص بتبقى مطمن، مفيش ريسك، مفيش اي حاجه. بس الوحش اللي فيه ان الفلوس بتبقى ثابته، فاللي هو مش بتبقى ايه، ينفع تبقى اكتر شويه. الفول تايم لازم تكون شغال، بيكون في عدد ساعات معينه في اليوم ولازم تيجي كل يوم، اللي هو بقى ايا كان 5 ايام في الاسبوع او 6 ايام في الاسبوع. فمشكلته ان انت ما بيكونش عندك وقت انك تعمل حاجه تانية بره، ولو عندك بتبقى خلاص تعبان ومفرهد ومش قادر والكلام ده كله. الحلو والوحش برضو في نفس الوقت ان هو لو انت عندك شغل او ما عندكش شغل، انت كده كده هيجيلك المرتب. يعني انت مثلا الشهر ده الشركه نفسها ما كانش فيه شغل كتير، خلاص انت هتروح المكتب وتشتغل او ما تشتغلش وخلاص انت بيجيلك المرتب اخر الشهر. بالنسبه بقى للفريلانس عكس كده بقى تماما، انت بتشتغل شغلانه 100% ريسك. يعني انت 100% ريسك في الموضوع ده. ليه بقى؟ انت بتشتغل شغلانه انت مش عارف الشغلانه التانية جايه امتى، يعني الموضوع بيبقى مش مضمون. اول حاجه انت بتشتغل مع كلاينتس، الموضوع من اوله لاخره انت اللي بتتعامل معاه. ده عكس الفول تايم. الفول تايم انت مالكش دعوه بالكلاينتس ولا الكلام ده، انت بس بتاخد لك الشغلانه وتعملها تسلمها وخلاص، تسلمها للمدير بتاعك او كده يعني. بس الفريلانس بقى انت المدير بتاعك، انت اللي بتتعامل مع الكلاينتس وانت اللي بتشتغل بنفسك والكلام ده كله. ولو ما اشتغلتش فبالتالي مش هيجيلك فلوس اصلا. الحلو في الفريلانس ان انت الوقت ده بتاعك، انت براحتك. عايز مثلا تعمل الايديت بكره اعمله بكره، طبعا هو على حسب الاتفاق، بس انا قصدي يعني انا مثلا بالنسبه لي انا بحب اشتغل بالليل. لو انا فول تايم مستحيل ان انا اشتغل بالليل، يعني هو الشغل كله بيبقى الصبح. لكن بالنسبه للفريلانس موضوع احلى بقى بكتير. انت مثلا تصحى براحتك، عايز تشتغل في الوقت اللي انت عايزه، انت عارف مثلا انت هتسلمهم الفيديو ده يوم كذا، فانت هتعرف تظبط جدولك على اساس الكلام ده. بس ريسك بقى، يعني انت مش عارف ان الشهر ده مثلا هيخش لك كام. لو عندك حاجات مثلا كل شهر لازم تدفعها، فخلاص انت مش عارف انت الشهر ده هيجيلك كام. ممكن الشهر ده يجيلك فلوس كتير قوي وتحس ان انت اغنى واحد في الحياه، وممكن الشهر اللي بعديه ما يجيلكش فلوس خالص وتحس ان انت افقر واحد في الحياه. فهو الموضوع بيبقى اوقات كده واوقات كده، وطبعا بيبقى سيزونز. يعني مثلا هنا في الامارات معروف ان السيزون هو الشتاء، لان الجو في الصيف بيبقى حر قوي بالزياده، فالموضوع بيبقى صعب في الصيف، خصوصا ان الناس كلها بتسافر في الصيف. الشتاء في دبي حلو قوي، فالناس كلها بتيجي بقى، اللي هو ده وقت التصوير، ده وقت اي مشروع في الحياه، هو ده الوقت. انا بحب شغلانه الفريلانسر بصراحه، ان انا اشتغل حر. بس انت دلوقتي مش بتشتغل بقى اللي هو ايه 8 ساعات في اليوم 5 ايام في الاسبوع، لا انت بتشتغل اكتر، بس انت بتعمل حاجه دي بنفسك. يعني انت عارف ان الفيديو ده بتاعك، مش طالع مثلا باسم الشركه، لا ده طالع باسمك انت. احلى حاجه ان انت يكون عندك مشروع او شغلانه فول تايم او ايا كان حاجه ثابته بتدخلك فلوس، ايا كان مثلا انت شاري شقه وفي نفس الوقت انت بتفريلانس. ده بقى انا شايف ان ده انسب حل، دي احلى حاجه. وعموما شغلانه الفريلانس فلوسها احسن بكتير من الفول تايم. لو انت كبرت نفسك قوي واسمك اتعرف قوي، فخلاص انت بتعمل شغلانات كتير في الشهر، والشغلانه الواحده فلوسها اكتر من الفول تايم. انت لازم بقى تحط الموضوع ده في دماغك قبل ما تشتغل. انت دلوقتي مثلا شخص لسه ما اتخرجتش، فانت مش عارف انت تشتغل ده ولا ده. انا شايف انت تعمل الاثنين، انت تشتغل شويه فول تايم تبني السي في بتاعك، خلاص ما عجبكش الشغل يا انقل على شغلانه تانية يا تشتغل بنفسك بقى باسمك. اشتغل شويه، لقيت الموضوع بيكبر اكبر معاه، لقيت الموضوع نايم وحاسس ان انت عندك مسؤوليات انك لازم تعمل فلوس معانا، ارجع تاني الفول تايم. يعني شوف الطريقه اللي انت عايز تعملها واعملها كانها لعبه ومش هتخسر اي حاجه. يا جدعان انا اول شغلانه فريلانس اعملها في حياتي كانت شغلانه ايديت، عملتها ب 300 جنيه. انا فاكر الفيديو عملته ب 300 جنيه وكنت موافق ومبسوط. الحلو في الفريلانس بقى ان ايه، ان انت لو اشتغلت مع حد وعجبه شغلك بيفتح مجال تاني بقى، بيفتح لك شجره كده، اللي هو ايه يلا نعمل شغل تاني. ده الحلو في الفريلانس، ان انت بتبني شجره عمال تتوسع. في الفول تايم انت بتفضل ثابت، مالكش دعوه بالشجره اللي الشركه بتبنيها، انت خلاص انت ماسك حاجه معينه. بس اللي انا بقوله ان ده مش وحش وده مش وحش خالص، ده بالعكس انا شايف ان الاتنين حلوين قوي والاتنين مهمين قوي، وعلى حسب انت في حياتك. يعني في ناس ما تحبش
تاخد ريسك، عايزه انا مثلا ايه، انا شاب متجوز ومخلف وعندي اهل وبتاع، فانا عايز مرتب معين يخش لي كل شهر ومش عايز ريسك، خلاص خليك على الفول تايم على طول. الفول تايم انت لما بتكبر نفسك بتترقى، بدل ما انت مثلا اديتور تبقى مانجر للاديتورز. في الفريلانس بقى لما بتتطور بتفتح شركه، ده التطور بتاع الفريلانس في الاخر. بس فزي ما قلت لكم ده فيه الحلو وده فيه الحلو وده فيه الوحش وده فيه الوحش، فانتوا اقعدوا بقى فكروا مع نفسكم كده انتوا عايزين تعملوا ايه، وربنا يوفقكم في اي كان اوبشن ايه اللي هتختاروه، ربنا يوفقكم في الحالتين. وبس يا رب يكون الموضوع ده فاتكم، وعايزكم في الكومنتس تكتبوا لي عايزيني اتكلم في ايه. ما تنسوش بقى اللايك والكومنتس والسبسكرايب والشير والكلام ده كله، عشان زي ما قلت لكم عايزين نكبر الشانل شويه والكلام يوصل لعدد اكبر من الناس. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know where the problem